عسلامة ومرحبا بكم. تحب تتمتع في هالمولد عصيدة بوفريوة موسوز واقتصادية؟ هيا تبعني. نستحقوا 700 جرام حليب و133 جرام سكر، عليهم 67 جرام فرينة. نحطوهم ونمكسيهم مع بعضهم، وبالصفية نصفيوهم ونضيفوا عليهم نجم الحلقة اللي هي 200 جرام بفريوة بعد ما طيبتها على 180 درجة ورحيتها. ما تخليوهاش تتحرق البفريوة وتغمق برشا باش ما تعطيكمش اريرغو مرارة. ومن بعد ما رحيتها لين قررت زيتها نحلوها بشوية بشوية بكل الخليط اللي مكسيناه مع بعضنا في البلاندر لين نتحصلوا على خليط ساهل باش ما تقعدناش البفريوة كعبر في وسط العصيدة متاعنا. وتوا على نار حطيناها ونقعدوا نحركوا فيها بالكدا كل مرة شوية ونمسوا القاعة متاعنا باش ما تلصقش العصيدة من اللوطة. ما تنساوش التحريك المسترسل والمستمر كي تبدا العصيدة ماشية وتعقد. وكي نخلطوا مرحلة الغليان نخليوها تغلي لمدة درجين كاملين باش الفرينة ما تهبطش نية. نحطها على الرخامة ونقعد نعصد فيها. انا قعدت 20 دقيقة. الوقت بتاع التعصيد يفرق انت والكونتيتي متاع العصيدة. دونك انا اللي نولي كي نهزها هكا تولي كولونت ماهيش خاثرة تهبط بالسيف. وثاني تيست اللي حبيت نوريهولكم انكم كي تهبطوها من النار تحطوا شوية في صحن تو تشوفوا كيفاش الفرق من بعد التعصيد. وقبل التعصيد تبدا من الاول تهبط جامدة تلقاها جامدة ومن بعد ما تعصدها منك تبردها باش تحطها في كيسانك باردين ومنك تولي تكستور موسوز. دونك هذه العصيدة متاعنا وهذه وصفتنا ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله الناس الكل مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. وراكم في وصفة قادمة وما تنساوش المشاركة واللايك للفيديو باش تشجعوني على تهبيط حاجات جديدة وبارتاجيوها مع اصحابكم واحبابكم.